بيبدأ فيلم النهاردة مع إليشيا اللي كانت بتجري في الشارع، لكن فجأة بتقف عربية الشرطة وبيمسكوها لأنها مشتبه فيها. بس بعد ما بيشوفوا الهوية بتاعتها بيعرفوا إنها شرطية زميلتهم، فبيعتذروا لها وبيقولوا لها أصلك شبه حد مطلوب. بعد شوية بتروح على الشغل علشان تطلع في دورية مع شريكها اللي بيقول لها إن الحي ده بالذات مش بيقربوا منه لأن الناس فيه بتوع مشاكل، وبيقف بالعربية علشان ينزل يشتري قهوة. بنلاحظ وقتها إن الناس عندها كره شديد لأي حد لابس لبس شرطة. أثناء بقى ما إليشيا مستنية في العربية بتشوف ولد صغير قاعد ومعاه سكيت، فبتنزل تتكلم معاه. بس أم الولد واللي بيكون اسمها ميسي بتزعقله لأنه رد عليها، وبتيجي تتخانق معاها لأنها كلمت ابنها من غير سبب، وبتحاول تقنعهم بالعافية إنها ما كانتش بتضايقه ولا حاجة. بعد كده بتنادي إليشيا على ميسي وبتقول لها ده أنا إليشيا، فبتقول لها لا أنا معرفكيش يا سيادة الضابط، أنت أكيد متلخبطة، وبتسيبها وبتمشي. لما بقى بيطلع شريكها من المحل بيقول لها على فكرة الناس دول من عصابة كينج ستون، وخلي بالك خطر جدا، وخلي بالك وانت بتتعاملي معاهم. إليشيا بقى كانت متضايقة جدا بسبب اللي حصل ده، وبتدخل بعد كده المحل تنادي على البياع هناك باسمه، فبيقول لها والله على حسب انت عايزة ايه. فبتقول له انا إليشيا كنت صاحبة ميسي بنت عمك يا ماوس. فبيقول لها انا عارف انت مين. لما بتسأله عن احوال ميسي وايه اللي غيرها كده بيقول لها اسأليها هي عن الموضوع ده بقى عندها حياتها الخاصة من 10 سنين. فبتقول له طيب انا همشي كده، احنا علينا كام؟ فبيقول لها مش عليكي حاجة، الشرطة ما بيدفعوش. بس هي مش بتوافق على الكلام ده وبتسيب له الفلوس وبتخرج. لما بتركب العربية بيسألها جينيغيز اذا كانت تعرفه ولا لا، فبتقول له لا معرفوش. بيرجعوا الاتنين على الاسم وبيبقى باين على جينيغيز انه مستعجل جدا، بس زميله بيجي يقول له انه عنده عجز ومحتاج حد يغطيه. فبتقول له إليشيا خلاص انا هشيل مكانه وخليه هو يروح الميعاد بتاعه، وهو بيوافق على طول وبيقول لها ماشي هتستلمي مع ديكن. فبتطلع تسأل عليه وبتعرفه على نفسها، لكن بيقعدوا كلهم يتريقوا عليها لانها جديدة. فبيقول لها ديكن انا كنت مستني جين مش انت خالص على فكرة. فبتطلع وراه وبتقول له على فكرة انا بقالي 3 اسابيع هنا. فبيقول لها يا على بعضهم كده، عمرك مسكتي مناوبة بالليل؟ فبتقول له لا مش هنا، بس في مكاني القديم كنت بشيل مناوبات. فبيقول لها خلاص اتمنى انك تتعودي بسرعة ويا ريت ما توجهيش السلاح ناحيتي. بيخرجوا الاتنين في دورية، وبعد مدة قليلة كده بيلاقوا خناقة في الشارع. فبتنزل إليشيا بسرعة تمسك في واحد وبتبعده عن الناس، بس في الوقت ده ما بتبقاش شايفة ان في واحد ماسك سلاح ورايح ناحيتها. لكن براون بيلاحظ ده وبيروح يشده بسرعة وبيثبته على العربية وهو رافع عليه المسدس. ده بقى بيخلي إليشيا تروح تزعق معاه علشان ما يضربش على الراجل نار، لكن بيتعصب جدا من تصرفها وبيطلع المسدس قدامها علشان يعرفها انه من عصابة كينج ستون وكان رايح يقتلها. المهم بعد ما الدنيا بتهدى كده بيروحوا يقعدوا في مطعم، وبتحاول وقتها إليشيا انها تعتذر عن اللي حصل، بس بيقول لها للاسف ده خلي بالك هيتسبب في قتلك، واوعي تفتكري انهم عيلتك، انت دلوقتي ضابط شرطة وهم عصابة يعني اعداء. بعد شوية كده تليفونه بيرن، فبيقول لها يلا بسرعة جالنا نداء، وبيخرجوا الاتنين للمكان اللي براون بيكون حافظه. ولما بتحاول تنزل معاه بيقول لها لا انت هتقعدي هنا وتقفلي الابواب كويس، وانا هنزل اقابل مخبر سري بسرعة مش هتأخر. وقال لها برضو اكيد هتنفذي الاوامر بدون نقاش، وبعد كده بيسيبها وبينزل. بتقعد بقى هي في العربية تحط تليفونها على الشاحن، لكن اثناء ما هي قاعدة كده بتلاحظ ان في واحد جاي يسرق العربية اللي واقفة قدامها. فبتنزل بسرعة تزعق له، وده طبعا بيخليه يطلع يجري، لكن ساعتها بتسمع صوت ضرب نار، فبتسحب سلاحها وبتبدأ تمشي ورا مصدر الصوت واللي بيكون خارج من نفس المبنى اللي براون دخله من شوية. اول بقى ما بتدخل هناك بتلاقي مجموعة من رجال الشرطة حوالين واحد كده، وكانوا عمالين يهددوه لحد ما واحد منهم بيضرب عليه نار، وهي على طول بتتخض من اللي بيحصل. لكن لما بيلاحظ براون وجودها بيزعق لها وبيقول لها وانا مش قلتلك تفضلي في العربية، ايه اللي دخلك هنا؟ بيفضلوا بقى يقنعوا فيها ان الامور ليست كما تبدو، وان الراجل ده يعني شرير علشان كده هما بيعملوا معاه ده، لحد ما بيتهور واحد منهم وبيفتح عليها ضرب النار لحد ما بتقع من فوق. بس طبعا دي كانت حركة غبية جدا منه، وده لانها معلقة كاميرا وكل ده متصور. بس لما بينزلوا علشان ياخدوا الكاميرا مش بيلاقوها في المكان اللي وقعت فيه، وكانت اساسا اختفت خالص. مش بيلاقوا بس غير المسدس بتاعها، فبيعرفوا ساعتها انها ما ماتتش، وبيبداوا يدوروا عليها في كل مكان، وهم عمالين ينادوا عليها ويقولوا لها تطلع وتسهل عليهم الموضوع. كل
اللي هم محتاجينه الكاميرا وبعد كده هيودوها المستشفى علشان تتعالج. هي وقتها بتحاول انها تطلب النجدة، بس واحد منهم بيقطع عليها الخط وبيقول لها لازم تطلعي دلوقتي، خلاص مش هتعرفي تهربي مننا للأبد يعني. فبتطلع تجري بسرعة ناحية العربية، بس للأسف بيشوفها وبيضرب عليها نار، وده بيخليها تجري بعيد قبل ما تتصاب مرة تانية. بيفضلوا برضو يطاردوها بعد كده لحد ما بتقدر تختفي من قدامهم خالص، وبتروح تخبط على كذا بيت علشان تطلب المساعدة، بس للأسف مفيش ولا واحد منهم بيرضى يساعدها، وكلهم بيقفلوا الباب في وشها. المهم بعد شوية بيوصل الضباط وبيرجعوا للمطاردة مرة تانية، بس بتقدر برضو انها تستخبى منهم لحد ما يمشوا من المكان، بعد ما بيقعد كل واحد فيهم يلوم التاني بان هو السبب في كل ده. المهم بيفضلوا يلفوا بالعربيات في الحي لانهم متأكدين انها ملحقتش تطلع يعني منه، بس اللي ما كانوش يعرفوه ان الكلام ده كله كان بيوصل لها من خلال اللاسلكي اللي معاها. هي بقى في الوقت ده كانت مصابة بإصابات جامدة جدا وعمالة تنزف، لحد ما أخيرا ما بتصدق تلاقي عربية شرطة، فبتشاور لهم بسرعة وبتطلب من الضابط يبعد عن اللاسلكي علشان الباقيين ما يسمعوش حاجة، وبتقوله انها تعرضت لهجوم واطلاق نار، فبيعرض عليها انها تركب معاهم وبيفضل يطمن فيها، بس قبل ما تركب بتلاحظ ان الضابط التاني بيتكلم في اللاسلكي وبيقول للباقيين انهم لقوا إليشيا وخلاص هتركب معاهم، فبتسيبهم على طول وبتطلع تجري باقصى سرعتها، وبيحاول وقتها الضابط انه يجري وراها، بس هي بتكون اسرع منه ومش بتقف غير لما بتوصل لمحل ماوس اللي بيكون فاكرها حرامي جاي يسرقه، لكن بيهدى بعد كده لما بيلاقي انها إليشيا، وبيطلب منها تخرج من المحل بتاعه لانه مش عاوز يتورط مع الشرطة في حاجة. وحتى لما عرف حكايتها طلب منها توقف اي عربية من دوريات الشرطة وهم يساعدوها، لكن بتقوله ان الشرطة هم اللي ضربوا عليها نار، وبتطمنه انها مش هتورطوا في اي حاجة، هي بس عاوزة توقف النزيف وتعمل مكالمة لشريكها. فعلا بتتصل على جنغيز شريكها وبتقوله ان رجالة الشرطة قتلوا واحد من افراد العصابات، وهم دلوقتي بيطاردوها علشان تتقتل هي كمان لانها الشاهد الوحيد على كل حاجة. اول بقى ما التاني بيسمع الكلام ده بيتخض جدا وبيقول لها خلاص هكون عندك خلال نص ساعة، بس بعد ما بتقفل معاه على طول بتلاقي الضابط بيخبط على باب المحل. طبعا بتتوتر جدا وبتقول لماوس هم عرفوا مكان ازاي، فبيقول لها انا اسف انا اللي بلغت عنك، روح استخبي بسرعة. بيروح بعدها يفتح لرجال الشرطة اللي بيعاملوه بشكل سيء جدا بالرغم من انه قال لهم ان هو اللي مبلغ، بس المهم يعني بعد ما بيمشطوا المكان كله مش بيلاقوا اي حد، فبيقول لهم ماوس ان المكان فاضي، بس انا سمعت شوية دوشة بره كده فكنت خايف يكونوا حرامية علشان كده اتصلت. المهم بعد ما بيمشوا بتخرج إليشيا وبتطلب منه إبرة وخيط، بس للأسف وقتها ما كانش عنده، فبتستخدم الغيرة في لزق الجرح علشان يبطل نزيف. وقتها بيقول لها ماوس ليه ما تديهمش الكاميرا وخلاص وتريحي نفسك، انت من الشرطة وهم من الشرطة، فبتقول له انا هستخدمها كدليل ضدهم ولازم اسجنهم كلهم لان القتل قتل بغض النظر عن القاتل. فبيروح يجيب لها جاكيت من عنده كده علشان تستخدمه في التمويه لحد يعني ما شريكها يوصل بالسلامة. في الوقت ده بيبقى كيف قاعد مستنيها في العربية ومتوتر جدا لحد ما بتوصل اخيرا، ولما بيشوفها بتكون ايديها مليانة دم طبعا، فبيقول لها انها لازم تروح المستشفى، بس هي بترفض وبتقول له لا لازم نفرغ الكاميرا الاول وكمان نفرغها في اي مكان بعيد عن الاسم وبعد كده هبلغ الداخلية او الفيدراليين. فبيتعصب وبيقول لها لا كده غلط على فكرة، لانك ساعتها هتورطي نفسك وما فيش ضابط في المدينة كلها يقدر يساعدك، لو عاوزة تبعدي مالون وسميتي عن طريقك في اساليب تانية كتير. فبتستغرب وبتقول له انت عرفت منين انهم مالون وسميتي، انا ما قلتلكش حاجة. وبتفتح العربية قدامها بتلاقي سلاح فبترفعه على كيفن وبتهدده علشان يقف على جنب. في الوقت ده بتوصل العربية التانية اللي فيها مالون والباقيين وبيشوفوا إليشيا وهي بتضرب كيف فبيضطروا يضربوا عليها نار. طبعا الحركة دي بتخليها تدوس بنزين على الاخر وبتلبسهم كلهم، وبعد كده بتكلبش كيفن في الدركسيون وبتسيبه وبتنزل وبتطلع على سكن ماوس وبتفضل تتحايل عليه تقعد عنده لحد ما الدنيا تضلم وبعد كده هتمشي. المهم في مكان تاني بيكون مالون وزمايله بلغوا الداخلية عن الواقعة اللي حصلت على انها يعني كانت حرب عصابات، وعلشان إليشيا لسه جديدة ايديها اتهزت وهي ماسكة السلاح وده خلاها تقتل زيرو وهي دلوقتي في اعداد المفقودين. المشكلة بقى ان زيرو ده مش واحد عادي، ده ابن اخو داريوس اكبر زعيم عصابة في المكان، بس بيرجع تاني يقول لها اديني بس الملف بتاعها وانا هدور عليها بنفسي لحد ما الاقيها. في الوقت ده بيوصل داريوس للمكان وبيطلب انه يشوف زيرو، فبيقول لهم مالون خلاص سيبوه يعدي، وبيدخل داريوس عند جثة ابن اخوه وهو متأثر جدا لانه كان بيحبه ومربيه زي ابنه من وهو صغير. ساعتها بيقول للظابط لزميله انهم لازم يقتلوها في اقرب فرصة لان الوقت بدأ يخلص منهم
ولازم يخلصوا عليها قبل ما يدفنوا الواد ده. وبعد ما الجثة تطلع من المكان بيقول له داريوس انهم لازم ينجزوا حالهم، خصوصا انهم عارفين مين اللي عمل كده. فبيقول له مالون مين؟ فبيرد عليه انه اكيد تريبل باينز. فبيميل عليه كده وبيقول له ده بشكل رسمي، انما بشكل غير رسمي اللي عمل كده كان ظابط. فبيستغرب داريوس جدا وبيقول له لما هو ظابط ايه اللي خلاك تعرفني؟ فبيقول له انها هي المسؤولة عن كل ده ولازم نحول الحرب ناحيتها. ساعتها بقى بيقول له داريوس طيب انا عايز كل معلوماتها دلوقتي. لما بيخرج بره بقى بيقول له واحد من رجالته انت مصدق اللي مالون ده بيقوله؟ فبيقول له الراجل ما كدبش علينا في حاجة قبل كده، وانا عاوز الشرطية دي ميتة في اقرب وقت. بيبدأ بقى يبعت صورتها لكل اللي يعرفهم على انها هي اللي قتلت زيرو. وفي الوقت ده بيبقى كيفن وصل عند مالون واللي بيفضل يتهمه انه متواطئ معاها، علشان كده سابها تهرب بالكاميرا. ده غير كمان ان ملفها فاضي ومفيش اي قرايب لا من قريب ولا من بعيد، يعني كده اكنها اتبخرت خلاص. وبيفضل يضغط عليه لحد ما بيقول له انا معرفش اي حد ممكن يكون قريبها غير الراجل اللي في السوبر ماركت. في نفس الوقت ده بتكون إليشيا واقفة تراقب الأوضاع من ورا الشباك، لكن وقتها بيلاحظ ماوس إنها مرهقة جدا. فبيقول لها أنتي صاحية كده من إمتى؟ وبيطلب منها تنام شوية لحد ما الليل يجي وبعد كده تمشي. بيطلع بقى مالون مع الباقيين على محل البقالة بسرعة علشان يراجعوا الكاميرات هناك، وبعد ما بيتأكدوا بياخدوا عنوان ماوس. وفي نفس الوقت ده بيكون داريوس اتفق مع أفراد العصابات التانية على إن الشارع هيبقى ليهم النهاردة لحد الفجر علشان يقتلوا إليشيا وياخدوا حق زيرو. أثناء بقى ما بتبقى إليشيا نايمة بيدخل عليها جمال بالسلاح بمنتهى الهدوء علشان يقتلها، بس هي بتحس بيه وبترفع عليه السلاح بسرعة. بس بيجي ماوس وبيشد منه المسدس وبيقول له انت بتعمل ايه؟ فبيقول له الولد انه هيقتلها لان هي اللي قتلت زيرو وكلهم عارفين. وبيوريهم الصورة اللي معاه اللي بعتها داريوس، وكمان عامل مكافأة للي يجيب راسها. واكيد طبعا الصورة دي انتشرت في المدينة كلها. فبيسألوا بسرعة انت اتصلت بحد واديته له عنوان؟ فالتاني ما بيعرفش يرد وبيسكت. بعد وقت قليل بيوصل مالون تحت البيت وبتبقى إليشيا خايفة طبعا جدا وبتقول لماوس احنا الاتنين لازم نمشي من هنا دلوقتي حالا، ولو عاوز تقعد عادي خليك وخد طلقة في دماغك. اول بقى ما بيوصل مالون وسميتي للبيت مش بيلاقوا حد لانهم كانوا طلعوا من الباب اللي ورا على الشارع، بس لسوء حظهم ان عصابة داريوس كمان بتراقبهم وكانوا عاوزين يخلصوا على إليشيا، علشان كده اول ما بيشوفوها بيبدأوا في ضرب النار هم كمان. بس طبعا إليشيا قناصة محترفة وبتقتل اتنين منهم بسرعة كبيرة وبتدمر العربية كمان، وبيساعدها ماوس في قتل التالت بس للأسف بيتصف رجليه. فبيقول لها على مكان كنيسة قريبة القس اللي فيها يبقى صاحبه وهيديها عربيته عادي، وبيطلب منها تتحرك هي بسرعة وهو هيجي وراها لأن العربية دي مش هتشتغل وكمان رجله مصابة. وبيطمنها إنه ساكن هنا وعارف هيخرج إزاي، المهم بس هي تعدي البوابة. أول بقى ما بيخرج من فتحة الشارع بتيجي عربية تخطفه وبتجري بسرعة. اللي خطفوه دول يبقوا عصابة داريوس اللي بيفضل يعذب فيه علشان يقول له على مكان إليشيا، بس هو بيفضل يقول له إنها ملهاش دعوة بقتل زيرو خالص، وغير كده ولا كده هو ما يعرفش مكانها. لحد ما بتيجي ميسي تقول له انت بتحميها ليه؟ دي شرطية يعني عدوتنا، ده غير انها قتلت زيرو. بس هو بيفضل يقول لها انت غلطانة وهي ما قتلتش حد، فبتتضايق منه جدا وبتقول له هي عملت لك غسيل دماغ انت كمان، وبتخلي داريوس يكمل فيه ضرب. بنرجع بقى لإليشيا اللي بتسجل على الكاميرا انها شرطية وان الكاميرا دي فيها دليل على قتل الضابط لزيرو، فلو لقيت الكاميرا دي سلمها للفيدراليين. وبعد كده بتحط الكاميرا في صندوق وبتمشي في وسط الحي. اول بقى ما الناس بتشوفها في الشارع بيفضلوا يهاجموا فيها، بس هي مش بيهمها وبتفضل ماشية لحد ما بتوصل لوكر داريوس. واول ما بتشوفه بتصرخ انها مش هي اللي قتلت ابن اخوه، وده طبعا قبل ما يفرغ المسدس في دماغها. وبتقول له كمان ان مالون هو اللي عمل كده ودلوقتي بيستغله علشان يعرف يوصل لها. ولو انت مش مصدقني في كاميرا عليها كل الادلة بس انا خبيتها طبعا، وخلينا اشوف ماوس الاول وانا هجيبها لك وعد. فبياخدها تشوف ماوس اللي بيبقى متعلق في السقف وقتها، وبعد كده بتقول لهم على مكان الكاميرا. فبيروح واحد من الرجاله يجيبها وهي بيحبسوها في الحمام. في وقت قليل الخبر بيوصل لمالون ان داريوس مسكها والعقيده بعتت قوه كامله علشان تجيبها حيه او ميته، ولو الكاميرا دي وقعت في ايده هتبقى مشكله كبيره، وعلشان كده لازم يوصل للكاميرا الاول او يقتل داريوس. بنرجع بقى تاني لداريوس اللي بتجيله الكاميرا فعلا من المكان اللي إليشيا قالت عليه، بس المشكله انهم ما بيبقوش عارفين يخترقوها. بره المكان بقى بيكون مالون وصل هو وزمايله وبيقرروا انهم مش هيخرجوا من هنا غير وهي جثه، ده غير كمان قوه الداخليه اللي جايه برضو علشان إليشيا.
المهم في النهاية بينجحوا انهم يوصلوا للملف بعد وقت كبير من المحاولات، وبيتأكدوا فعلا ان مالون هو اللي قتله وإليشيا ملهاش دعوة. بس ساعتها بيكون مالون واصل البيت وبيبدأ يضرب نار بشكل عشوائي على كل اللي موجودين، فبيجري بسرعة كل واحد منهم علشان ياخد ساتر، وبيبدأوا الاتنين في تبادل إطلاق نار من الناحيتين. إليشيا بقى كانت في الوقت ده تبع العصابة وبتضرب معاهم على رجالة الشرطة، وفي الوقت ده كمان بيقدر داريوس انه يوصل لمالون وبينزل فيه ضرب على اخره، وهو بيقول له انا شفت في الكاميرا انك انت اللي قتلت ابن اخويا. مالون في الوقت ده كان عاوز يقتله هو كمان، وفعلا بيفضل يقاوم شوية لحد ما في النهاية بيقدر انه يضربه طلقتين وبيوقعه قتيل. في الوقت ده بيبقى سميتي واقف هو وبراون على السلم، واللي بيخليه وقتها يمشي قدامه على اساس بيأمن ظهره، بس في الحقيقة هو بيقتله لانه مهمته خلصت لحد كده. بيكمل هو للسطح لحد ما بيقابل واحد من قوات الداخلية، فعلى طول بيرميه من فوق وبيروح علشان يقتل إليشيا، لكن ماوس بيساعدها في ضربه، وبدل ما يقتلها هي اللي بتقتله. صوت بقى إطلاق النار ده بيخلي القوات تطلع لفوق، فبيجري ماوس بسرعة مع إليشيا علشان ينزلوا تحت، وبيقفلوا عليهم الباب بسرعة. هناك بقى بيقعدوا يفكروا ازاي هيخرجوا من هنا علشان يوصلوا الكاميرا، لحد ما بتيجي الماوس فكرة ان كل الناس بتدور على شرطية، علشان كده لو بدلوا الهدوم وخد هو لبس الضابط هيقدر يوصل للاسم ويسلم الكاميرا. بس إليشيا مش بتوافق لانه كده بيعرض نفسه للخطر، بس هو بيقول لها احنا كده كده مش هنطلع من هنا احياء، وما مرناش بكل البهدلة دي علشان ولا حاجة في الاخر، احنا لازم نفضحهم الا لو كان عندك فكرة احسن. فبتقول له الحقيقة ما عنديش، وبتوافق على الخطة بتاعته. المهم بعد ما بياخد منها الكاميرا وبينزل الشارع بمنتهى الهدوء، بيعدي كمان من وسط الناس لحد ما بيوصل لعربية مفتوحة بياخدها وبيمشي. وفي اللحظة اللي ماوس بيوصل فيها للاسم بيكون مالون وصل لإليشيا وكان عاوز يقتلها طبعا، بس هي بتنزل فيه ضرب وبعد كده بتاخده وبتنط من فوق لحد ما بيقعوا على عربية، وبعد كده بتكمل عليه في وسط الشارع وكل الناس بيشجعوها على ضربه بالحديدة. ولما بيحاول يهرب منها بتيجي ميسي تضربه طلقة في رجله، وبتقول لإليشيا بعدها تعالي اقتليه، بس هي ما بترضاش تضرب عليه وبتقول له انت رهن الاعتقال ما تحاولش تقاوم. هنا بقى بيجي دور القناص اللي بيطلب منها تنزل السلاح على الارض، فبيقول له مالون ما تقلقش انا مسيطر على كل حاجة، وبيروح يفتشها علشان يلاقي الكاميرا، وهو بيقول لها هي فين قولي لي وانا هصلح كل حاجة، دي اخر فرصة. في الاسم بقى بيدخل ضابط يكشف امر ماوس وبيقول له انت عارف اني لو قتلتك دلوقتي هاخد وسام بسبب اقتحامك اسم الشرطة، بس اللي ما يعرفوش ان ماوس رفع الفيديو على الجهاز خلاص، ووصل في ثواني العميد الداخلية اللي عرفت الحقيقة كلها وبتصدر امر مباشر لوحدة التدخل بالتنحي لان إليشيا بريئة. طبعا الكلام ده مش بيعجب مالون وبيحاول يقتلها، بس كيفن بيضرب عليه نار وبيوقعه على الارض قبل ما يعمل لها حاجة. بتيجي بعد كده القوات تقبض عليه، وبكده اخيرا تكون إليشيا قدرت تكشف فساد رجال الشرطة وحاربتهم بكل قوتها علشان العدل ياخد مجراه. وبيخلص الفيلم على كده. يا رب يكون الملخص عجبكم، وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة لو اول مرة تشوفونا علشان يوصل لكم كل جديد. اشوفكم الفيلم الجاي، سلام.